يا الملايكة الحلوين، عاملين ايه؟ ربنا يكون بخير. نبدأ فيديو جديد جدا النهاردة، عبارة عن طبعا الجزء التاني من تصميم البيت الأخير بتاع توكا بوكا. وأنا أسفة جدا 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 على التأخير اللي أنا اتأخرت. عارفة إنه أنا اتأخرت جامد، بس صدقوني يعني في الفترة الأخيرة أنا كنت بحاول أعمله وبوظ. فدي المرة تقريبا التالتة أو التانية اللي أعيده. والفترة اللي قبلها ما عنديش عذر أقول في الفترة دي. كنت بكسل الصراحة، كنت بكسل أعمله مع إنه فيديو سهل ومش محتاج حاجات كتيرة، محتاج بس إن أنا أركب على الصوت زي ما انتوا شايفين كده وبس، مش أكتر. بس معرفش ليه كسلت فجأة كده، جت حالة كسل. بس طبعا أنا كنت متابعة اللي بيحصل في القناة في الفترات اللي فاتت اللي من بدري. طبعا انتوا عارفين أنا قصدي انتوا أكيد عارفين إنه أنا قربت أوصل ل400 مشترك، ودوت حاجة جميلة جدا وأنا فرحانة عليها جدا. وأنا بقول الحمد لله إنه بسبب فيديو واحد جاب عدد المشتركين دول كلهم. أنا كنت قليلة خلاص، وفجأة كده بقى فجأة كده عليت. عموما أنا واثقة إن احنا هنوصل ل400 مشترك. مش هقول بسرعة لأن أنا بقول بسرعة ما بيحصلش. ولكن هنوصل، نوصل ان شاء الله. الفيديو دوت يجيب اعلى مشاهدات مشتركين كمان ولايكات، دي اهم حاجة. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزاكم تعملوا لايك، شير، اشتراك في القناة، طبعا ده دي اهم حاجة. وتشيروا الفيديو لاصحابكم وتوروا الفيديو لاصحابكم علشان لو بيحبوا توكا بوكا وعايزين التصميم لبيت معين. قصدي تصميم بيت دوت. سوري مش عارفة اتكلم كويس، بس مهم لو عايزين تصميم بس مش عارفين يعملوه ازاي، شيروا الفيديو دوت لأصحابكم وهم هيعرفوا. عايزة اشكركم على 5000 مشاهدة. لا سوري، مش 5000، 6900 وحاجة مشاهدة. كده عزمنا نوصل على 7000 مشاهدة، واحتمال نكون وصلنا لهم، بس عشان انا ما فتحتش القناة النهاردة فما اعرفش ايه اللي حصل. ممكن نكون وصلنا لهم على فكرة، لانه بقى عدد قليل ونوصل 7000 مشاهدة على الفيديو اللي جاب 6000. اوكي، انا بتكلم صح ولا غلط ولا مش عارفة. اوكي، شكرا على 6000 مشاهدة و7000 مشاهدة مقدما. وشكرا على اللايكات، صحيح ان هي مش قد المشاهدات بس كويسة. وشكرا طبعا على المشتركين، واهلا طبعا بكل المشتركين الجدد. انا اسمي هند، وهتشوفوا فيديو تعريفي عني، التعريف عني في اول القناة تلاقوه، في اول صفحة القناة وكده هتلاقوه، عشان لو عايزين تعرفوا انا مين. بس الفيديو ده كان من زمان، انا حاليا عندي 15 سنة. دي المعلومات الوحيدة اللي انا اقدر اقولها لكم. الحاجات التانية بقى اعرفوها من الفيديو. علشان نجيب مشاهدات. وبس انا عايزة اعمل لكم حاجة اشكركم بيها على الدعم الرهيب، بس مش عارفة اعمل لكم ايه. لو اقدر اعمل لكم حاجة كنت عملت، بس حرفيا انا مش عارفة ازاي يوتيوبر بيشكروا متابعينهم. اعمل مسابقة ايدات؟ والله انا اصلا مش شاطرة في الايدات. انا مبتدئة او شبه مش مبتدئة قوي، اللي هو بعرف اعمل ايدات كويس وجميل وكده، بس اللي هو مش الواو، مش المحترفين، اللي هو فوق العادي شوية. اوكي،
فمش عارفة اقول لكم تعملوا مسابقة، مش عارفة اقول لكم يعني اعمل لكم مسابقة ايديت ولا اعمل لكم ايه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ممكن لما نوصل 500 مشترك هعمل لكم مسابقة ايديت. فانتوا لو عايزين مسابقة ايديت والرسمة بتاعتكم توكا بوكا تطلع في الفيديو، ايه لازم نوصل 500 مشترك، وان شاء الله هنوصل بدعمكم الرهيب هنوصل. اوكي اوكي. و عايزة اقول لكم ايه تاني، متنسوش طبعا تتابعوا صفحتي على الانستجرام، موجودة في صندوق الوصف، موجودة في القناة كمان. وايه روحوا تابعوني على الانستجرام، لان الانستجرام يعني مش زي اليوتيوب بصراحة. يعني انا يعني بقالي كتير قوي في الحاجة و30 متابع على الانستجرام، مش معقول لحد امتى هبقى 40 و50. على العموم مش مشكلة، اهم حاجة عندي صفحة القناة، مش مهمة اوي يعني صفحة الانستجرام، بس هي مهمة. وما تنسوش طبعا تدعوا لأهلنا في فلسطين، هما محتاجين الدعاء بجد. وأنا كنت ناوية إن أنا ما أجل مونتاج أكتر من كده بسبب اللي أنا بشوفه في الانستجرام. حرفيا الانستجرام عندي مليان من الحاجات دي، مش مليان قوي بس بيطلع لي ستوريز لصفحة لبنات فلسطينيين أنا بتابعهم، وفيديوهات بتأثر فيا جامد قوي. فشفت فيديو أثر فيا قوي، بعد الفيديو ده قلت لا أنا هأجل المونتاج بتاع الفيديو عشان أنا مش قادرة أعمل الفيديو بصراحة، مش قادرة أكون في المود. بس بصراحة يعني قلت لا مش هأجله أكتر من كده، كنت عايزة أجله أكتر بس ايه ما قدرتش أأجله انه طول قوي. يعني كان المفروض ينزل من زمان، وكان المفروض ينزل يعني انا عملته بعد ما رجعت. انا كنت مسافرة ورجعت من السفر، بعد ما رجعت من السفر تقريبا، انا مش فاكرة بعد ما رجعت ولا قبل ما امشي. المهم يعني ان انا عملته، ومن ساعة ما رجعت من السفر وانا ما عملتوش، وانا راجعة من زمان جدا من زمان جدا يا جماعة. متخيلين يعني انا راجعة من بدري قوي قوي قوي، يعني حوالي شهر او اكتر كمان، ولحد دلوقتي ما نزلتوش. متخيلين ده؟ فقلت لا انا مش هأخر اكتر من كده، وهمنتجه دلوقتي. انا بمنتجه وبسجل صوتي في الفيديو واحنا بس محتاجين ان احنا ندعي اهلنا في فلسطين، ان شاء الله هم هيتحرروا. انا واثقة من ده، رغم ان الحرب بقالها كتير، ولكن انا واثقة من ده، واثقة انه فلسطين هتتحرر بإذن الله، هتتحرر. احنا بس ندعي لهم، وندعي لكل المصابين، ندعي كل الناس ان شاء الله ربنا هيفرجها عليهم ان شاء الله. ودلوقتي هنبدأ يا ملاك الحلوين الفيديو، عشان انا طولت في المقدمة. صح يلا نبدأ الفيديو. اكتبوا لي ايه رأيكم في التصميم بتاع البيت، وهو دوت البيت بصراحة يعني أخد قلبي بطريقة فظيعة. طبعا أنا الفيديو دوت صورته قبل تحديث الرسم، عشان كده ممكن ما تلاقوش شوية حاجات من أساس الرسم. فأنا نزلت عملت الفيديو قبلها. بصراحة عايزة أصور لكم جولة في التحديث. اي نعم بقاله كتير وكل الناس عملته، بس ما تش عليا يعني اكيد في ناس متأخرة زي على فكرة، صح اكيد
مع اني متابعة ناس كتير، بس الناس اللي متابعهم مش كلهم عملوا جولة. فايه، مش عارفة ينفع اقول اسماء القنوات اللي انا بتابعها ولا لأ، عشان ممكن يجيلي انذار او حاجة. فمش عارفة اذا كان ممكن. مش مهم المهم ان انا بقول بعرفكم يعني. ف دوت اتفرجوا. مش عارفة اقولكم ايه تاني. كنت ايه اقولكم ايه، انا نسيت قلت ايه في المرة اللي فاتت لما منتجت الفيديو دوت وبوظ. قلت في فكرة فيديو عندي وعايزة اصورها، بس مش عارفة اذا كانت هتعجبكم ولا لا. اوكي، الفكرة هي قبل ما اقول الفكرة، انا ليه مش عارفة اذا كانت هتعجبكم ولا لأ، علشان انا عايزة اعرف اذا كانت الفكرة دي هتعجبكم ولا لأ فعلا، لانه انا محتاجة ارائكم، وانتوا مش بتشاركوني ارائكم. يعني انا دايما بطلب تعليقات وما بتجيليش، وده مش مزعلني اوي. يعني انا مش هجبركم ان انتوا تكتبوا لي كومنت او تعملوا لي لايك او تشيروا الفيديو. انا بس يعني ايه، عايزة اعرف ارائكم. يعني في مثلا فكرة الفيديو اللي انا بقولها ديت، مش عارفة اذا كانت هتعجبكم ولا لا، مش عارفة اذا كانت هتجيب مشاهدات ولا لا. فايه يعني كنت عايزة رأيكم. على العموم انا هقولها وان شاء الله يعني حد يعلق ويقول ماشي، يعني اعمل لي الفكرة، او حتى يقول لا ما عنديش مشكلة. اوكي، الفكرة هي انه انا جات لي فكرة اللي هي آه انه انا اعمل لكم زي تمثيل او مش تمثيل بمعنى اصح. يعني اكن هعمل لكم فيديو في توكا بوكا، اكن انا بعمل لكم الميك اب والسكين كير روتين بتاعي اليومي. ايه، بهدف الهزار والضحك واعمل لكم خبراتي في الميك اب. اصلا انا بتابع واحده بتعمل ميك اب كده وبحبها قوي، عايزه اقول اسمها بس مش قادره. مش عارفه اذا كان ممكن، مش عارفه اذا كان ممكن اقول اسماء يوتيوبر في الفيديوهات ولا لا. بس المهم ان انا بتابع واحده على اليوتيوب وعلى الانستجرام بتعمل ميك اب، انا بحبها قوي. وانا بتابعها كتير كده، يعني عرفت الميك اب وعرفت يعني ايه بلاشر وعرفت يعني ايه كونتور. مش بالظبط يعني بس في حاجات برضه مش عارفاها، زي مثلا الكومباكت باودر. مش عارفة يعني ايه كومباكت باودر، مختلفة عن الباودر، مش الباودر. المهم يعني المهم يعني فايه، يعني وانا بتفرج عليها اخدت خبرة شوية. فايه، فقلت بما ان توكا بوكا فيها ميك اب وفيها فاونديشن وكونسيلر والحاجات ديت، يعني ايه ليه ما اعملش الفيديو دوت. فشكلي كده هعمله وخلاص، شكلي كده صح. على العموم ان شاء الله لما اصوره همنتجه ان شاء الله لما ينزل يعجبكم. اكتبولي تحت في تعليقات ايه رأيكم في التحديث اللي هينزل في توكا بوكا، اللي هو بتاع الموسيقى، اللي هو بتاع تحديث مايكل جاكسون. هل تتوقعي يكون في مكان جديد في بوكسيلا ولا لأ؟ انا ممكن يعملوا تحديثات في المكان، اظن ان ممكن يعملوا. وهيكون في طبعا ملابس وشعر جديد كده. بس ايه، التحديث ده محمسنيش قوي. يعني في حاجات حلوة وهتكون جميلة قوي، بس اللي هو ايه محمسنيش، محسيتش كده انه هيكون تحديث روعة وجامد قوي.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت المطبخ وبدأت في الحمام. طبعا انا مش بتكلم عن التفاصيل اللي انا بعملها، بس بفتح معاكم مواضيع وكده علشان ايه ادردش معاكم وكده، وكمان اخد على الكلام في الفيديوهات، يعني عشان الكلام في الفيديوهات بيبقى مهم. وياريت انتوا بقى تتفاعلوا معايا في التعليقات، يعني انا بتفاعل معاكم في الفيديوهات، انتوا بقى تتفاعلوا معايا في الكومنتات. اوكي تمام تمام. ف اكتبولي ايه رأيكم في تصميم البيت، وأني أوضة عجبتكم أكتر، أو ايه أكتر حاجة عجبتكم في البيت، تصميم الحمام، تصميم المطبخ، تصميم الأوضة، تصميم الأوضة التانية، تصميم المكتب كده يعني. شاركوني آرائكم، أنا عايزة أعرف آرائكم بجد، آرائكم بتهمني تمام، فياريت انتوا تشاركوا. و و يعني بفكر بصراحة ان انا اغير رأيي وما اعملش الجولة بتاعت تحديث الرسم، لان خلاص ما بقاش لازم، صح؟ يعني اعمله ولا ما اعملهوش؟ هو ممكن يكون في ناس زي على فكرة لسه ما عملتش جولة في التحديث وكده، فمش عارفة بصراحة، بفكر اغير رأيي وما اعملهوش في نفس الوقت يعني عايزة اعمله، فمش عارفة، مش متأكدة اوي، بس ايه هبقى اشوف، وان شاء الله هبقى اعرفكم انا هعمل ايه. تمام، يعني ممكن دلوقتي اغير رأيي واقول لكم خلاص انا غيرت رأيي وايه، هكنسل الفيديو بتاع اللي اسمه إيه ده، الجولة في تحديث الرسم، هو خلاص ما بقاش تحديث جديد، هو بقى تحديث قديم خلاص، بس ايه يعني بس تحديث جامد، وانا عايزة اوريكم واقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني فيه وكده. انا بعشق الرسم يا جماعة، بعشق الرسم، بس ساعة ما دخلت التليفونات في حياتنا ما بقيناش بنمسك ورقة وقلم. يعني التليفونات شغلتني عن الرسم. انا كنت زمان بحب الرسم والتلوين، بس طبعا كان رسمي مش قد كده، بس تلويني كان حلو، كنت بحب التلوين قوي. ساعة ما دخل التليفون حياتي وانا ما بقيتش بلون، والله ما بقيتش بلون ولا برسم ولا بعمل اي حاجة، يعني كده بقيت كائن عايش على التليفون وبس. بجد مش بهزر، دي حقيقة. ف تحديث الرسم اللي حصل في تجارب كدوات حد خليني كده اقول واو، ادوات رسم والوان حاجات جميلة كده، يعني ايه فكرني بقد ايه انا كنت بحب التنوين زمان وكده، ف مش عارفة ارجع للتلوين ولا لأ. هو طبعا حاجة كويسة ان انا ارجع للتلوين وكده يعني، بس إيه زي ما تقولوا كده التليفون واخد كل وقتي ومش مخليني افكر في اي حاجة، فايه ان شاء الله يعني ارجع، يمكن مرة واحدة كده ازهق من التليفون واقول خلاص انا مش عايزة امسك التليفون ده. ساعتها هتكون حاجة كبيرة في حياتي. تمام كده انا بصمم مكتب، بصراحة المكتب لونه الوان البيت كلها روعة، مش هقدر اقول الوان المكتب، الوان الاوضة، الوان مش عارفة ايه، كل البيت الوانه تجنن من بره لجوه، الوانه تجنن، حاجة منتهى الابداع، الجمال، مش في التصميم، لا انا قصدي في الالوان. عشان تكونوا فاكرين ان انا بفخم في تصميمي وكده، لا انا بفخم في الوان الاساس، بجد الوان الاساس جميلة جدا. مش انا كنت بقولكم في الفيديو اللي فات لازم توكا بكرة تعمل تحديث جديد وتجيب لاب وتجيب كمبيوتر جديد؟ اهي. توكا بكرة حطت لابتوب جديد
بجد روعة. ايه ليه علاقة طبعا بتحديث الرسم وكده. ان شاء الله لو فكرت ان انا اعمل الفيديو فعلا هبقى ايه اوريكم اللي عجبني في الاساس وكده، واللي عجبني في الكمبيوتر الجديد بتاع التحديث وكده. شوف انا لسه مفكرتش لسه. كده خلصت الصالون، بس بقى شوية حاجات هعملها على الرف ده او على الترابيزة دي ايه اخلص وابدأ ايه في تصميم الأوضة. قيموا البيت من 10. اقول لكم لا، قيموا كل جزء في البيت من 10، وايه وقيموا البيت كله على بعضه كده من 100. شوف هياخد كام من 100 وكام، الأوضة تاخد كام من 10. يعني مثلا الحمام كام من 10، الأوضة اللي من فوق ديت كام من 10، الأوضة اللي من تحت ديت برضه كام من 10، والمطبخ كام من 10 كده يعني. في الآخر بقى البيت كله كده على بعضه كام من 100. أنا عن نفسي مش علشان هو تصميم ولا أي حاجة، بس أنا عن نفسي أدي البيت كله 1,000,000 من 100. بجد بيت روعة. عارفة أنا بقولها كتير بس أعمل إيه، من كتر جمال البيت والأوضة كل حاجة بقعد أقول كل شوية قد إيه إن هما جمال. يعني بجد حاجة فخمة جدا. حاجة كده رقيقة، تحس إن التحديث دوت معمول للبنات، بس الألوان ديت ألوان كده إيه بنوتة. زي ما انتوا شايفين كده البيت قرب ينتهي، بس ايه الحمد لله قدرت ان انا احط كل حاجة من غير ما اضحي بحاجات. انتوا هتشوفوا دلوقتي انا قصدي ايه. كنت عايزة اقول لكم حاجة بس نسيت ايه هي. مش عارف عندكم فكرة فيديو يا ترى انتوا عايزيني اعملها لكم؟ لو عندكم وصلتوا لحد الحتة ديت يا ريت تقولولي انتوا عايزين ايه، فيديو معين في بالكم، ولا عايزين اي فيديو كده يطلع منه خلاص. بس لو انتوا عندكم افكار انا اقدر اعملها لكم يا ريت تكتبولي تحت في التعليقات. هفضل اصر عليكم ان انتوا تكتبولي تعليقات، اصلا مش هسكت، يعني عايزه اعرف ارائكم في حاجات كتيره جدا. هو انا مش هجبركم ان انتوا تعملوا تعليقات بالغصب، بس يعني مش عارف. بس كل اللي انا هقولهولكوا ان ارائكم مهمة. وزي ما انتوا شايفين ده كان البيت، وده كان تصميم البيت، وايه بيكتبولي ايه اكتر حاجة عجبتكم. وبصوا انا لما صورت التحديث دوت كان ساعتها في هدايا تحديث الرسم نزلت، فكنت بفرحلكوا وقتها. اصلا انا صورت لما تحديث الهدايا بتاع تحديث الرسم نزل، فايه فعلشان كده هتلاقوني بوريكوا الهدايا ديت وكده. صراحة اللوحة ديت حبيتها اوي، والبتاعة بتاعت الموسيقى ديت برضه حبيتها اوي، والموبايل دوت فجأة كده اختفى من عندي في التوكابوكا، معرفش راح فين. خسارة بجد، انا بحبه قوي، حبيته قوي الموبايل ده. والسويتشيرت دوت بفكر البسه في كل فيديوهات توكابوكا، اي فيديو اعمله توكابوكا هلبسكم فيه السويتشيرت ده، ولاقي مع السماعة. السلبيات ديت حلوة يعني تبع تحديث الرسم، عايزين انا لو انتوا بهدلت نفسي بالعلم. والشنطة ديت تبع تحديث الاساس بتاع البيت وكده. والصورة ديت كنت هحطها هي والورد، بس ايه مفيش
مفيش مكان. يا دوبك بس حطيت كام حاجة، حطيت الشمعة ديت، وحطيت النوت بوك ديت. نوت بوك حلو اوي، كيوت، لو يا ريت لو كانت حقيقة. وحطيت الكاميرا ديت، وحطيت الكاميرا ديت في الكومودينو، بس اكتشفت وانا بصور الفيديو ان انا هغير مكانها. وحطيت الزراعة دي، شكلها حلو جدا. طبعا هي بقالها كتير موجودة اصلا. بس لقيتها ان هي والزرعة دي كمان لايقة على الستايل بتاع البيت. والشنطة ديت هحطها في الأوضة، حطيتها هنا. كنت عايزة احط حاجات اكتر بس قلت هيكون مدة الفيديو طويلة جدا. وده الموبايل اللي اختفى حطيته هنا جنب الجرنال. وبتاعت الموسيقى حطيتها مكان الكاميرا، والكاميرا حطيتها على الرف زي ما انتوا شايفين كده. اوكي، فدي بس كانت اخر حاجة، وباقي الهدية ملهاش مكان بقى. كنت عايزة احط حاجات تانية بس هي ملهاش مكان خلاص. دوت كان فيديو النهاردة حبايبي حلوين. لو عجبكم تحطوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي كومنت ايه رأيكم في الفيديو، وحطوا لايك لو عجبكم التصميم وكده يعني. واشوفكم في فيديو جديد، بس باي. بحبكم.